بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة من قناة سلام الإعلامية المباركة، متمنيا لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي الحلقة رقم 2 بعد 100، وبحوله تعالى نلتقي في برنامج مع اللغة العربية، ولا نزال في مهرجان وأفراح شاعرنا أمير وشيخ الشعراء في إريتريا الأستاذ محمد الحاج موسى. تحدثنا في الحلقة الأولى أو الحلقة السابقة عن شيء من شعره، وتحدثت كذلك علاقتي مع الأستاذ محمد الحاج موسى، له التحية والسلام. ودعونا نقول في البدء: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا الوقت، ودوما نسعد بكم أيها الإخوة والأخوات. من أشهر ما يردده الإريتريون في مجالسهم كلمات للأستاذ محمد الحاج موسى، وأعتقد هو يمكن من بين الشعراء الإريتريين القلائل المحظوظين الذين يردد الناس والناس أشعارهم بمناسبة وغير مناسبة. وهذا دليل على أن الأستاذ محمد الحاج موسى يحتل مكانة خاصة. يشاركه في ذلك الأستاذ أحمد سعد رحمة الله عليه الشاعر الكبير، وإلى حد ما الأستاذ محمد مدني كذلك يستشهد بأشعاره. أيضا برضو محبة الناس، يعني وهذا حب الناس طبعا هبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أعتقد أنه الأستاذ محمد الحاج موسى رجل متصالح مع الجميع، يعني ما عنده خصومات ومواجهات، ويتنفس في شعره، لكن ما عنده مواجهات وبتاع. لو أساء إليه أحد يقول له سامحك الله وعافاك، ولو جرحه فلان بكلمة برضو هو رجل مسامح. يعني ربما برضو هذه عدم المواجهة. كثير من الشعراء طبعا يواجهون يعني ويتخذون مواقف، هو رجل يتخذ المواقف كذلك. أنا لا أقول هو لا رجل، يكفي أنه شاعر والشعراء مواقفهم مشهرة ومعروفة يعني. لكن أنا قصدي أنه الأستاذ محمد الحاج موسى متصالح مع نفسه والآخرين، بمعنى ما عندوش مواجهات، ما عندوش حروب، ما عندوش خصومات وبتاع، بالتالي أحبابه كثر. الشيء الآخر برضو ربما الأستاذ محمد الحاج موسى كان ينشر أشعاره كثير يعني في الصحف والمجلات العربية. لهذه وغيرها من الأسباب الناس يحفظون كثيرا من أشعاره، وأشهر ما يحفظه له الإريتريون نحن، التي فيها وهو عاملها حتى في الغلاف: إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد ونعتز بها لأن صغيرنا يشهد. كلام جميل وكلام معسول. إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد. والشعب الإريتري منذ أن عرف الحياة شقي وسعيد. يعني كثيرون من الناس يشاركوننا هذا الشقاء وهذا السعد، ولكن شقاؤنا يعني أنا أعتقد أنه مضاعف. تخيل عزيزي المشاهد كم من الناس الذين كان ينبغي أن تحتضنهم إريتريا من علماء وشعراء وفقهاء وحكماء وقادة رأي وأكاديميين، لأنه كم معطوف على، والمعطوف على المجرور مجرور، وسياسيين يعني، ومستثمرين ورجال أعمال ودبلوماسيين فروا بجلدتهم. فحق علينا أو حق لنا أن يعني نردد نشقى ونسعد يعني. ولذلك وشقاؤنا كثير يعني، وهذه الحياة كل امتحان وابتلاءات يعني. لكن عندما قال الأستاذ محمد الحاج موسى: إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد
وطبعا مسألة الإريتريون نحن هو يؤكدها، وهو كان بإمكانه أن يكون حتى يكون عراقيا لو عايز يكون، يعني بحكم الشعر وقضية النسب وما إلى ذلك. أما السودان هذا طبعا هو وطن ثاني بالنسبة لأي شاعر يكتب باللغة العربية في إريتريا، وكان يمكن أن ينتمي إلى أي بلد، يعني إلى أي بلد كان. فهو يؤكد إريتريته تماما. إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد. وشوف حتى عبارة نحن دي، إريتريون نحن، يعني هو عنده الحب الجماعي والعقل الجماعي. لم يقل إريتريون أنا، إريتريون أنا إن أشقى وإن أسعد، لكنه يتحدث باسم الجماعة. إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد. وفي ذلك الوقت عندما كتبت هذه القصيدة كان الشقاء يعني على أشده، إلى حد ما برضو اليوم موجود، لكن في ذلك الوقت إريتريون نحن إن نشقى وإن نسعد ونعتز بها لأن صغيرنا يشهد. خليك من الكبار، حتى الصغار يشهدون بأننا نعتز بإريتريتنا، بأن لنا الأرض، بأن لنا الأرض التي في عشقها نسهد، وإنا في هواها نركب الأصعب الأبعد، لنا فيها كنيستنا لنا معبد، لنا فيها مساجدنا بها نعتد، لنا التاريخ نشدوه إذا يسرد، دم الشهداء دين وأوفى الحر ما أوعد، ولو كان الوعي خيانته فنحن الأجهل الأبلد. يعني هذه أكثر الأبيات حفظا، وكذلك كل التواريخ، كل البطولات في التاريخ داخلها فن التخيل تهويلا وتزيينا، إلا بطولتنا جاءت مبرأة، فالفعل نبدعه والقول يعيينا. في مهرجان الأفراح التي قرأتها لكم في الأسبوع الماضي. محمد الحاج موسى على الصعيد الشخصي التقيته كثيرا، وأجريت معه عدة مقابلات إعلامية، وكنت دوما أقول له: يا شيخنا وأستاذنا، أنت مكانك الإعلام. وأنا ألتقيه في وزارة الإعلام، وهو كان ساعة في قسم المناهج، قبلها كان في القاش بركة مسؤولا للتعليم، معلما في البدو وما إلى ذلك. فأقول له: مكانك في الإعلام، خاصة بعد أن علمت في إحدى من المقابلات أنه كان يدير العمل الإعلامي في العراق، هنا جبهة التحرير الإريترية. فأقول له: يا أستاذنا، يا شيخنا وأميرنا، أنت مكانك الإعلام، لماذا لا تذهب إلى الإعلام؟ وطبعا خريج لغة عربية. وكان الأستاذ محمد الحاج موسى، وهذا توثيق وحقيقة، أو يعني ينبغي أن نذكرها، أن الحاج موسى كان بإمكانه أن يدخل أي كلية في العراق بما فيها الطب. يعني أنا لا أقلل من اللغة العربية وأهميتها، خاصة نحن نعتز بهذه اللغة، واعتزازي باللغة يعني لا يحتاج إلى تفصيل أو حديث. يعني أنتم أيها الإخوة المشاهدون تعرفون لماذا أقدم وأعد هذا البرنامج. فالأستاذ محمد الحاج موسى كان بإمكانه أن يدخل حتى كلية الطب، وهو رجل ذكي فطن، لكنه متمسك بهذه اللغة، فيعني ضحى بكل الكليات. ولأن له رسالة وحب اللغة العربية بالمناسبة لمن يعني اختاره الله أن يكون يعني منافحا لها ومدافعا عنها ومشمرا لها، يعني أولئك من اختارهم الله، أنا في تقديري هكذا يعني. فاختار كلية اللغة العربية، أو اختار قسم اللغة العربية، وتخرج فيها بامتياز طبعا. ولكن السياسة قد سرقته سرقا. ويعني الأستاذ محمد الحاج موسى يعني ماذا تعني بالنسبة له الماجستير ولا الدكتوراه؟ لا شيء. يعني كان يمكن أن يعملها، مستعد أن يعمل 20 دكتوراه مثلا.
لكن أنا أظن أنه أخذته السياسة وتداعيات السياسة، ثم بعد 91 أخذته مهمة العمل الإداري والعمل في قسم المناجم إلى ذلك، ما أخذتنا نحن كذلك يعني 17 عاما بين البكالوريوس بالنسبة للعبد لله لي أنا والماجستير، 17 عاما. بالنسبة للأستاذ محمد الحاج موسى، هو طبعا مؤخرا عمل الماجستير في السودان، نهنئه ونحييه شيخنا وأستاذنا. فكان يبدو لي بين الماجستير والبكالوريوس بالنسبة للأستاذ محمد الحاج موسى يعني يمكن قرابة 30 عاما، أنا أعتقد هكذا يعني. وأنا أذكر هنا يعني الدكتورة منى الحديد التي كانت مشرفة على مناقشتي في رسالة الماجستير، في عنوان الرسالة كان معالجة الصحافة الإلكترونية لمفهوم حوار الحضارات ومعالجة النخب لها. فكان الأساتذة الذين ناقشوني كلهم من جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدي لها التحية أستاذتي درستني طبعا في مرحلة ما بعد البكالوريوس، مرحلة الماجستير الدبلوم العالي والماجستير يعني، وهي كانت مناقش خارجي. فكان النقاش حاد طبعا، وكان معنا الدكتور سليمان صالح مناقش خارجي، والدكتور أشرف صالح هو المناقش الرئيسي أو المشرف على الرسالة. فاطلعت على السيرة الذاتية للعبد لله في ختام المناقشة التي كانت حادة جدا يعني. وكان ذلك بمعهد البحوث والدراسات العربية. أحيي أساتذتي الكبار، أستاذ أحمد يوسف والأستاذة نبيل مسعد، وكل الأساتذة الأجلاء الذين أخذت عليهم في مرحلة يعني الدبلوم العالي إلى الماجستير يعني. وعاصم الدسوقي ذلك الدكتور المؤرخ الباحث في التاريخ، له التحية. فالدكتورة منى الحديدي قالت لي: يا أستاذ، وأنا أقرأ سيرتك الذاتية بعد يعني خلاص انتهت المناقشة وقبل أن ترفع الجلسة لتقرر اللجنة الدرجة العلمية التي سأمنح إياها بفضل الله يعني. فقالت لي: يا أستاذ، أنت بين الماجستير والبكالوريوس 17 عاما، أنت كنت فين يا أستاذ؟ 17 عاما وأنت رجل ما شاء الله يعني. والحمد لله هم أعطوني امتياز يعني وكان برنامج يعني ما عادي يعني، مفهوم حوار الحضارات. وكان لأول مرة يعني كما قالت هي الدكتورة وكل الدكاترة قالوا ده موضوع بحثي جديد يعني لم نشهده قبل ذلك في الإعلام، في التاريخ فيه، لكن في الإعلام أول مرة. وقالوا مفروض تطور هذه الرسالة وتعملها للدكتوراه وما إلى ذلك، هذه مسألة أخرى لا أخوض فيها الآن. قالت لي: أين كنت يا رجل 17 عاما بين مرحلة البكالوريوس والماجستير؟ ذلك السؤال عزيزي المشاهد طبعا أعادني إلى المربع الذي تركته قبل ذلك، كان 2014، قبل 6 سنين. أنا خرجت من إريتريا مكرها 2008، 2014 ناقشت الماجستير، فأعادتني إلى 17 عاما لم تكن كلها حسوما طبعا ولم تكن كلها ورود، كانت جهادا في جهاد ورباط في رباط. ويمكن من يتابعون هذا البرنامج أنا حكيت كثيرا يعني عن التحديات التي كنا نواجهها. فقلت في نفسي يعني أنا ما أعرف لماذا لزت إلى لغة التجريت ساعتها. قلت في نفسي إي أمركي ولد حديد يعني، دكتورة منى الحديدي. فقلت لها لو في نفسي ماذا أقول، أين كنت يعني؟ فقلت له والله أخذتني الأعمال وكذا بتاع، لكن والله كأنها تراءت لي أمامي 17 عاما من العمل الإعلامي المتواصل والتحدي والجهاد والاستفزاز والمواجهة والخوف والرعب والشجاعة والإقدام، كل
كل الأشياء هذه أن تعمل مع أولئك الفسق الذين يحاربون كل شيء فيك، يعني كل شيء فيك يعني. فقلت لها طبعا في نفسي أشياء كثيرة، فقلت لها والله أخذتني الأعمال وكذا. قالت لي نصيحة لوجه الله يا ابني، لا تتأخر في الدكتوراه. يعني هي حست إنه هذا الرجل يعني ممكن يركن برضه بالماجستير ويقعد فترة يعني. فقالت لي لا تتأخر رجاء، طور الفكرة، أعمل الدكتوراه ذات. قلت لها إن شاء الله. ثم حالت بيني وبين الدكتورة الأيام كذلك. وللحقيقة أقول أنا قدمت البروبوزل، الأطروحة والمقترح للدكتوراه موجود، وبرضه ليس في حوار الحضارات، لأنه حوار الحضارات في النهاية يوصلني إلى سد مكفول يعني، ولا أتمنى أن أخوض فيه يعني. فأخذت شيء آخر يعني. وأنا يعني وعملت كل إجراءات التسجيل للدكتوراه يعني في جامعة عين شمس، وانتظرت فترة من الزمن وتم قبول من المعهد العالي للبحوث، للمعهد العالي لجمهورية مصر العربية، وتمت الموافقة الأمنية وغيره وغيره، وإجراء طويل 7 6 8 شهور أنا انتظرت لحد ما تجي الموافقة، بعد أن تدخل كل شهاداتك من المرحلة الجامعة الثانوية حتى مرحلة الماجستير. جاءت الموافقة الأمنية، هكذا تطلق عليها في مصر يعني. وكان بيني وبين عقد المؤتمر العلمي، مؤتمر الأطروحة، أطرح الأطروحة وبعدين يحدد المناقشين الرئيسيين والمساعدين وما إلى ذلك. والمسودة أو المقترح أو البروبوزل كما يقال أنه من كم 60 صفحة ولا زالت موجودة. منتظر تلك لحظة عقد المؤتمر ليتم التحديد، فإذا به القدر يعني أستراليا، جاءت الهجرة إلى أستراليا. طبعا ليس لي في ذلك يد يعني. فهكذا جاءت الإرادة برضو من 2014 لحد الآن، 6 سنين، برضو 9 سنين، وأنظر دوما أنظر إلى البروبوزال المطروح. فأعتقد أنه، فأنا أقول للدكتور الأستاذ محمد الحاج موسى، هو محور حديثنا، برضو مما عمل الماجستير أعتقد له شيء من 8 7 سنوات. فأهمس وأصرخ فيه فأقول يعني يا أستاذنا وشيخنا وأميرنا، الحق واعمل لنا شيء برضو الدكتوراه حتى لا تتعطل مثلنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أيها الإخوة المشاهدون. أدعو لنا لي وللأخ أستاذي محمد الحاج موسى أن يسخرنا الله سبحانه وتعالى ويوفقنا في الدكتوراه يعني إن شاء الله. وأعود إلى الأستاذ محمد الحاج موسى، هو على درجة من الذكاء. يعني الدكتوراه هذه ممكن يعمل كل سنة، ممكن 20 دكتوراه يعني في مختلف التخصصات بما فيها اللغة الإنجليزية. هذه معلومة أقولها. هذا الرجل على الرغم من أنه يعني ينشرح مع اللغة العربية ولغة التجريت، ولكنه كذلك يعني رجل خواجة. يعني إذا لوى لسانه يعني شيء لا يمكن تخيله يعني. والدليل على ذلك عزيزي المشاهد أن الحاج موسى يعني مجموعة كانوا موظفين عملوا لهم دورات في جامعة أسمرة لتطوير اللغة الإنجليزية. نحن لم تتح لنا يعني، الإعلام ده كان ماخذنا يعني ليلا نهارا يعني. برضه هو كان برضه مشغول، لكن ما عارف بالنسبة للإعلام، وبالنسبة ما بعرف، لم تتح لنا فرصة في وزارة الإعلام أن نلتحق بجامعة أسمرة. هنالك من التحق طبعا، عدد من الزملاء. المهم من بين الموظفين الذين التحقوا بجامعة أسمرة دراسة اللغة الإنجليزية، وكانت المواد يعني 4 ولا 5 ما بعرف يعني. فواحدين اللي بينجحوا يجيبوا 1A،
أو 2A والثاني B والثاني D وهكذا. الأخبار التي وصلتنا وهي أكيدة إنه الأستاذ محمد الحاج موسى جايب 5A ودراسة كلها باللغة الإنجليزية، وهو يتحدث إليك ولا ينطق كلمة ذات نهاية يعني. فرجل يعني بز أقرانه، حتى الناس اللي درسوا في في المدارس الحكومية ومدارس البتاع، والناس اللي درسوا كده وبعدين مشوا الشرق الأوسط وكده، فبزاهم وتقدمهم. فرجل برضو خواجة يعني. وأشك أنه يعني ليس شكا، ولكن أزعم أن الحاج موسى له أشعار باللغة الإنجليزية لكنه لم ينشرها أو لم أقف عندها حتى اليوم يعني. أما بالتقريت طبعا شعب مع الخميسة مين ينساها يعني. واحدة من قصائده كمان لعلامة حاطوطة بدح الذي بالعلامات لعلامة، قصيدة يبدأها كده لعلامة حاطوطة بدح العلامة، شيء من ذلك. وكان بيني وبينه تراشق بلغة التقريت كمان يعني في الشعر يعني. وأنا أتذكر في يوم من الأيام يعني كان يقدم شيء من في المسرح، فواحدة من الاحتفالات يعني، فقاعد يشير إلى الجيران، فقروبيت ما تجي له الأستاذ محمد الحاج موسى كلمة قروبيت، فيقولها قرابيت. فالحاج كذا بلا تاني نقول له نحن نونس، فكلمة قروبيت دي ما يقدر يقولها قرابيت، اترسمت هكذا. ف... ف... وعلى الرغم من ذلك يعني هو برضو رجل إذا تحدث بالتقنية هو لا يتحدث بها كثير، ولكنه فصيح يعني. وأزعم أن لديه شعر باللغة التقنية، والشاعر كما قلت بأي لغة تحدث يمكن أن يكتب بها الشعر. أما في لغة البداويت برضو، لأنه أنا أشك هو احتمال يتحدث، وإذا تحدث بها مؤكد هذا الرجل رجل لغوي ولساني يعني. ده غير المامه بأشياء كثيرة كما قلت، اللغة الإنجليزية وغيرها. ولذلك فأنا أقول إنه أخذته العمل الإداري والعمل السياسي وما إلى ذلك، فتوقف عن الماجستير بعد حين من الدهر، عاد وإن شاء الله اليوم يعود، وأتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. وكان يمر بوعكة في الفترة الماضية، لكنه الآن بصحة وعافية. فدعوني الآن أقرأ لكم وللطبيعة حديثها، منشورة في الصفحة 59. يقول شيخنا وأميرنا: القاش ارتأى تغيير مجراه. أنا متعمد أن أقرأ شعر التفعيل للحاج موسى: وحين رأى الرمل تحت لوائه لا ينضوي، نفى القاش رمله وحصاه، وبدت ضفافه تنطوي. وحين سألت القاش عن جدوى مسعاه، تهامست العصافير وقالت: لا ترتوي حتى القيادة ترعوي. بركة قرر أن يعيد السيل إلى الجبال، وحكى صديق أن بركة ضاق ذرعا بالرمال، فأنكر الرمل العتيق. ومما يقال أن الدوم قد بدأ الركوع، وبقية الأشجار على الطريق حتى الضفادع أعلنت وقف النقيق. حار السؤال: إن الشموخ كل الشموخ يغط في نوم عميق. جاء السؤال: إلى متى؟ كبير غربان بركة مد شفاها في نعيق، ثم قال: حتى القيادة تستفيق. قاد الجبال إلى الحرام قدامها،
خسئ القدام وهو يقود، خسئ القدام ومن يقود، فالراسيات الشم تلك التي أسميتموها رمز الصمود، استسلمت ضل إمامها، رحلت جبالكم سارت في حشود، وتظاهرت كل الجموع تجاوزت الحدود، فالخيانة والعمالة والرذالة خلفها والبحر أمامها. دبرسلة، مباسويرة، دبرسينا، دبرسينا، تلك الجبال خرقت مواثيقا، خانت عهود، مفارقات على المدى ونظامها، جبال تركت أماكنها ولن تعود، حتى سقوط قيادة خانت نهارا من تقود. حتى القيادة ترعوي، حتى القيادة تستفيق، وما القيادة؟ أين التراب الحر؟ ينبت كل يوم آلاف الرجال، أين الجماهير التي هدت جبال؟ أين الذين تقحموا كل الردى يوم القتال؟ أين الذين إذا بدا يوم النزال تصايحوا في نخوة أهلا تعال، أهلا تعال، أهلا تعال؟ أين هم؟ أين أنتم؟ أين نحن؟ أين؟ حار السؤال. وطني وألف صبابة إلاك ليست من إرادة، إلاك ليست من إرادة، قد قام بالأمر الكبير صغار نفس، فتنازلوا لؤما عن السيادة، وتسابقت أبواقهم تستبيح حياتنا، فاقوا الجميع على البلادة، فبئس عمرا عمرهم، وبئس قيادة تلك القيادة. الآن قد جاء المحال، فار التراب الحر، ينبت كل يوم آلاف الرجال، جاءت جماهير هدت جبال، حضر الذين تقحموا كل الردى يوم القتال، جاء الذين إذا بدا يوم النزال تصايحوا في نخوة أهلا تعال، أهلا تعال، أهلا تعال، وقلوبهم خفقت تغني لا بديل للاستقلال، لا بديل للاستقلال، لا بديل للاستقلال. مايو 1980. شفت أخذت القصيدة دي في مايو 80، وبعد 11 عاما جاء الاستقلال في مايو، فتنبؤات الشعراء بتضبط كثير يعني. مايو 1980. لك التحية الأستاذ محمد الحاج موسى، الشاعر والمربي الجليل. دعونا كذلك نقرأ من قصائده الحسان. تفجر صبرنا، وهي من القصائد المكتوبة عام 1983، وفي الثمانينات كان المحاق شديد يعني، والقضية كانت تسمى في ذلك الوقت إنه القضية المنسية، الثورة المنسية، كانوا يسموها هكذا أولئك المرجفون في في مدن العالم عموما يعني. ويقول الشاعر: تفجر صبرنا، مضى عامان لا خبر لدينا، مضى عامان نسأل لا نجيب، نسائل بعضنا في كل فجر أيأتي بالجواب لنا المغيب، يطول بنا الظلام نرجي نفسا بأن غدا لناظره قريب، وتمضي هذه الأيام سودا، غد مستبعد وغد مريب، مكابرة على الأحزان نمشي، مكابرة على الأحزان نمشي، ونزجر دمعنا لا يستجيب، وتصعد آهة ونصد أخرى، وأشهد أن يغالبنا النحيب،
تفجر كل صبر فينا حتى رمال التراب صاحت يا عجيب. إذا لم يمح جرم الغدر سيف يظل الغدر جرحا لا يطيب. الحاج موسى شعره يتضمن حكم. إذا لم يمح جرم الغدر سيف، أو إذا لم يمح جرم الغدر سيف يظل الغدر جرحا لا يطيب. فيا عثمان يا عثمان أنهض، وتدري أنت منجدها المجيب. صديق وحيدها وأبو فتاها، وأنت لهم إذا اجتمعوا مهيب. فتنشرهم جبابرة عظاما، يهاب لقاءهم خطر رهيب. وتجمعهم على الإيمان نصرا، يصافح قلبهم نصر قريب. تخوض بهم متى شاءت رحاها، وسهمك لا يرد ولا يخيب. تصول أمامهم والنار تلظى تعالجها، فأنت لها الطبيب. ونادتك الربا عطشا دماء، مددت لها الوريد وما يجيب. وظن الغادرون غفوت عنهم، وصاح أنت حتى لا يغيب. وأنت مبادئ رايات عز، فما يثنيها لا يوم عصيب. ولا بؤر تجمع مترفوها، ولا غدر ولا سند غريب. ولا بؤر تجمع مترفوها، ولا غدر ولا سند غريب. وأنت الناس هل تفنى شعوب، ويبقى صائلا شبح كئيب. سنهتف مثل ما كنا وصرنا، سنهتف مثل ما كنا وصرنا، يمينا أنت باق يا عجيب. تجف مياه كل البحر يوما، تجف مياه كل البحر يوما، ويبقى على المدى دمك الخطيب. يفور يقاتل الأوغاد عنا، إذا صاحت فتاة يستجيب. إذا لم يمح جرم الغدر سيف، إذا لم يمح جرم الغدر سيف يظل الغدر جرحا لا يطيب. 1983. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، سأتوقف هنا قليلا في الجزء الأول من الحلقة 2 بعد 100 في برنامج مع اللغة العربية، وأعود لأكمل معكم ما تبقى من وحديثنا من ديوان مهرجان الأفراح للشاعر المربي الجليل الأستاذ محمد الحاج موسى. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة. لا أزال أتحدث عن الأستاذ الشاعر الكبير محمد الحاج موسى. عفوا، له التحية والسلام الذي يليق بمقامه. 83. قال الحاج موسى: أقسمت باسمك ما لبست سوادا، أقسمت باسمك ما لبست سوادا. عرس المبادئ لن يكون حدادا، هذا زفاف المجد، أما صداقه روح، ويتشح الدماء قلادا. فالأرض تبقى بالدماء عزيزة، تبقى المواجع للنضال عتادا، تبقى الجراح، وتبقى كل أليمة شعلا منيرات تعم بلادا. تبقى الشعوب ويبقى حب ترابها، تبقى النفوس إلى المعالي جوادا. يبقى الشهيد المقتفى بدروبه، هذا الذي يوم الفجيعة نادى: إنا يثبت قلبنا إيماننا، تبقى المبادئ للرجال عمادا. والله ده من أجمل
وأندى الشعر وأقواه، والذي يقرأ ذلك طوال يتذكر الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي. الأستاذ محمد الحاج موسى في الأمسيات التي يعتلي فيها المسرح ويقدم البرامج يذكر الأبيات، هذه الأبيات كثيرة: أقسمت باسمك ما لبست سوادا، وعرس المبادئ لن يكون حدادا. 83 كانت سنوات صعبة وأليمة. ودوما هو يقول لي: يا أبو عبير، أنت الذي ورطتني في تقديم الاحتفالات احتفالاتنا في أسمرة، سواء كان يوم الشهداء ولا احتفالات فنقل أو احتفال أعياد الاستقلال يعني. فذات يوم قال لي الأستاذ إبراهيم أكلة، وهذه للتاريخ نحن نوثق يعني لهذا الشاعر وذكرياتنا معه يعني. فقال لي الأستاذ إبراهيم أكلة، وأنا أحييه، هو مسؤول الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. المهم هو رجل، نحن نتحدث عن المهرجان يعني. فقال لي: يا أخي، دايرين نغير في وجوه المقدمين يعني. وكنت أنا العبد لله وأخونا أسمروم هبت مريم يعني بنقدم البرامج والاحتفالات، أنا باللغة العربية وهو بالتقرينية يعني. فقال لي: يعني دايرين نغير الوجوه يعني شوية، فمن ترشح يعني؟ وده للتاريخ أنا أذكره يعني. بالنسبة للتقرينية سيكون أنقسوم إساق ولا واحد كده، المهم من زملائنا الإعلاميين المعروفين والشعراء يعني. أو الشاعر الجميل صديقي يا أخي، صديقنا الشاعر في قسم التقرينية في الإذاعة، المهم له التحية والسلام. فقلت له: يا أخي، الأستاذ محمد الحاج موسى هو ما كان يعرفه الأستاذ إبراهيم أكل. فقال لي: من هذا الرجل؟ قلت له: هذا أستاذنا وهذا شيخنا وهذا أميرنا. قال لي: أنت متأكد؟ قلت له: متأكد شنو؟ قلت له: ده رجل تعرف كل المنابر. طبعا إبراهيم أكلة، لأنه الأستاذ محمد الحاج كان طبعا في القاش بركة وكده، فيعرف الناس اللي قاعد يحتك بهم يعني. فقال لي: أنت متأكد؟ قلت له: طيب كيف الإمكانيات وهكذا طبعا الأمانة والحاجات دي موجودة يعني، لكن هو متردد إنه قال لي: أنت متأكد وكده بتاع. طبعا احتفال رسمي يعني، واحدة من احتفالات الإكسبو عيد الاستقلال اللي كنا بنعمله في أيام البداية، ليس الاحتفال الرسمي لكن في ميدان الفاتح من سبتمبر يعني. فقال، قلت له: نعم. لا، حقيقة ذلك اليوم كان عيد الشهداء، اللي هو 20 من يونيو، يوم الشهداء يعني، في مقابر الشهداء. فقلت له: نعم. هو موجود وين؟ وساعتها الأستاذ محمد جاء اسمه وفي قسم المناهج. فقلت له: هو في قسم المناهج يعني. قال لي: زيك يعني، زيك تقديم وزيك. قلت له: أحسن مني أنا بكثير، أحسن من أستاذي. ما نعرفه. قال لي. قلت له: تعرفه اليوم يعني. فاتصلت بالأستاذ محمد الحاج موسى وأستاذ محمد، قلت له: يا أخي، كذا كذا كذا، طلب مني كذا. فأنا قلت يعني أنت تقدم يعني. فقال لي: يا أخي، ما في. شوف، رجل متواضع جدا يعني، مع أنه هو سيد المسرح وملك المسرح، أستاذ المقدمين يعني. يا أستاذ الحاج موسى ده ما في زول يجيوه يعني، حقيقة يعني. معروفين كانوا في المنابر الأستاذ محمد مدني والأستاذ محمد الحاج موسى، معروفين في المنابر. والشهيد الشاعر حسن، مين حسن اسمه كده، برضه ابن عمه للأستاذ محمد الحاج موسى. دي الوجوه اللي كانت معروفة في المسارح العربية يعني. فقلت له: هذا أفضل من أستاذنا. قلت له: هذا الذي تعلمنا منه، شيخنا الذي علمنا الشعر يعني. والحاج موسى حقيقة كما قلت لكم أنا لم أشاهده في السودان يعني. المنابر اللي كانت بتاعت الجبهة وكده أنا ما كنت يعني، حضرت منها أجزاء يعني،
لأنه نحن لما وعينا الجبهة تراجعت يعني. ف أنا 80 83 التحقت بالثانوية يعني. و83 الجبهة بقت في خبركان مع الأسف الشديد يعني. ولذلك لم نشهد تلك الليالي. أنا أذكر يعني أمسية شدا فيها حسين محمد علي وكذا، غير ذلك لا أذكر كثير يعني. فالمهم فخلاص قال لي كويس، وكلمت الأستاذ محمد فقبل على مضض يعني. قال لي يا أخي ما في داعي، وأنا ورجل متواضع جدا وما يحب الظهور كثير، ورجل يعني ما شاء الله يعني تواضع العلماء يعني. فبعدين جبت له البرنامج كله وكده بتاع، طبعا ما عنده مشكلة في الترجمة في اللغات وكده، بيقرأها مظبوط أستاذ أستاذ. فاعتلى مسرح الحفل في يوم 20 من يونيو صباحا، وابراهيم اكله قال لي لازم تكون موجود. قلت له انا موجود يعني، هنجي يعني. وجينا صباحا، والمجموعه القياده كلها قاعده، والوزراء والرؤساء والسفراء والشعب المغلوب على امره قاعد كده متمحن كده وبتاع، ويعني يوم مناحه يعني. فاعتلى المسرح الاستاذ محمد الحاج موسى، فقدم يعني تقديم. وانا الاحظ ابراهيم اكله، ابراهيم يعني ماسك قلبه على يده زي ما يقال يعني. ابراهيم علي هو اسمه اكله، لقب هو اسمه ابراهيم علي، له التحيه، رجل محترم يعني. فكده متوتر وكده بتاع في البدايات يعني، بس تقديم الاول كده ما شاء الله. وانا واقف جنب ابراهيم فانظر اليه يعني بعطف يعني واشفاق يعني. وبعد التقديم الثاني وكده بتاع، ومشترك طبعا تقرينيا ولغه عربيه، قلت له كيف ها كاميرا كميتري ولا غا؟ قلت له يا ابراهيم ما شاء الله ما تزبون يعني كده بتاعه. في النهايه لما انتهى هو الحفل ساعه وكده، حفله خطابي هو طبعا وفيه اشياء كده يعني. فلما انتهى انبسط، قلت له كيف؟ قال لي فعلا والله يعني احنا ما كنا عارفين هذا الرجل يعني. ومنها طبعا الاستاذ محمد الحاج موسى بقى هو يعني في كل الهنايه. فيقول لي ونحن نجلس، يقول لي انت اللي ورطتني يا استاذ. نضحك يعني. وطبعا يعني لانه برضو التغيير مهم جدا يعني. دعوني اقرا عليكم كرام الناس، وبها يعني ربما نكمل ما تبقى من هذه من هذه الدقائق يعني. ففي قصيده، هو في الثمانينات كتب كثير الاستاذ محمد الحاج موسى. برضو القصيده دي 83، هو التحدي 83. بعد طبعا برضو 84 هو يبدو لي مع دخول الجبهة، ولأنه استفزاه المشهد طبعا واستفزاه الحدث يعني، فانكفأ يكتب يعني. قال كرام الناس دعوا عيني إذا سالت دماء، وهل أبقت لها الأيام ماء. بالله شوف المداخل الجميلة دي كيف. وما يقرأ الشعر ده، ما يقرأه كثير أستاذ محمد الحاج، لأنه الناس دايرين منه الأشياء التي قرأناها. واحدة برضو خديجة دي من أشهر القصائد، هي ما بعد التحرير، خديجة خديجة يقولوا له الجماعة ويقرأ يعني. وهو رجل حفيظ لشعره يعني، لكن في شعر برضو لازم يكتبه يعني. فانظروا إلى المدخل البهي الجميل. دعوا عيني إذا سالت دماء، وهل أبقت لها الأيام ماء. وأنا والله هنا أتذكر ما كانت تشدو به يعني أم كلثوم يعني في التواشيح في الأشعار الجميلة. آه والذي كان معها في شعرها يعني. هذه تشبه تلك القصائد. دعوا عيني إذا سالت دماء، وهل أبقت لها الأيام ماء. يقاومني النحيب يهد نفسي
وأنهرها لتمسك بي حياء. لا إله إلا الله. ويعلن ما بقى في الدنيا باق، ولو خيرنا ما اخترنا البقاء، فما قدر الحياة الآن عندي، وما عيني إذا عميت بكاء. يا سلام. خيار الناس غادر حين روى عطاش الأرض واختار السماء، رجال الثورة الدامي مداها، ومن حملوا لجحفلها اللواء. خيار الناس غادر حين روى عطاش الأرض واختار السماء، رجال الثورة الدامي مداها، ومن حملوا لجحفلها اللواء. إذا اشتعلت بها النيران تترى، نسائل من لها جاءوا قضاء. إذا اشتعلت بها النيران تترى، نسائل من لها جاءوا قضاء. وإن عانت جماهير ببأس تعالوا، ثم صاروا لها الرجاء. مواجعنا وما كانت قليلا، ولكننا نغالبها وفاء. ألم أقل لكم هو شيخ وأمير للشعر؟ فيا حسن القصيدة بح صوتي، فيا حسن القصيدة بح صوتي، فكن للصوت كن أنت النداء. فكن لي الصوت كن أنت النداء. ويا من كنت للشعب الأماني تقود ملاحم المجد اصطفاء، وكنت وبيننا أنت المولى تضاعفنا نضالا أو عطاء. وكنت المبدأ الموفور فكرا بغير الأرض ما يرضى ولاء. وكنت القائد المقدام يمضي يجابه هولها جاءت وجاء. وكنت الكان كنت الآن تدري، وتبقى آتيا دوما رجاء. فقل لبيك نسمع قل لنا، فقل لبيك نسمع قل لنا، وقل لبيك ننتظر النداء. وما دبل المعارك ضاربات تشق ظلام هداجي ضياء. ويا دبل البنادق شاهدات تعلمها عن العطش ارتواء. أبعدكما تغني الدنيا يوما، أم الدنيا تخيرت البكاء. أبعدكما تغني الدنيا يوما، أم الدنيا تخيرت البكاء. خيار الناس أبعدهم زمانا، وما أبقى لنا إلا الغثاء. خيار الناس أبعدهم زمانا، وما أبقى لنا إلا الغثاء. يقول الناس لي صبرا عليها، ولم تدع النوائب لي عزاء. قضى الرحمن أن تمضوا ونبقى، ولو خيرنا ما اخترنا البقاء. مواجعنا وما كانت قليلا، ولكننا نغالبها وفاء. إذا اختار الزمان لنا شهيدا، يزف العرس هدام الغناء. فبراير 1983. يا سلام. والله بعد هذا الشعر كان ينبغي أن نتوقف، ولكننا دعونا نقرأ شيئا. يقول هو التحدي، برضو من القصائد الحسان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. يبدأ القصيدة بهذه الآية المباركة: بسم الرحمن وتتلى هذه السور، بسم الرحمن وتتلى هذه السور، يؤمنا المجد والإيمان والغير. يا قائد الناس إن الناس قد جمعوا، فخذ دجاها بهم ما الصعب ما القدر. إمامك الأكرمون العشق هم وطن، والعزم
والحزم والإصرار والظفر. دع القصائد لن تلغي حرارتها، إن القصائد ما غنوا وما سطروا. من أين يا غدر الآهات تنحدر، وأين تصعد، أين ينتهي السفر؟ طال الرحيل وجر الحبل في وجع، فشد حبلك للتالين يا غدر. فشد حبلك للتالين يا قدر. دع الأواخر تلتقي أوائلها، فالعمر مرتحل والموت منتظر. والموت حق وكل الناس وارده، فما يفيد إذا ما زارهم حذر. يمضي الشجاع كما يمضي الجبان، وما يلقى خلودا عليها زيد أو عمر. إذا أتت ساعة الميقات يذهب من تهربوا منها دهرا مثلما صبروا. فالدنيا زائلة وكلهم راحل، فهم غياب وكانوا أمس قد حضروا. هذا الزمان وهذه سنة سبقت، ندري عواقبها وندري ما تذر. وندري أن حياة المرء واحدة، وأنها لحظة تعلو فتنحدر. هو التحدي إذن والموت ثالثنا، فأينا أيها الأقدار ينتصر؟ من دفقة البدء والشلال منتفض، تدري بنا الأرض تحكي بأسنا السير. الجاش يدري دمانا كيف نمنحها، تروي صدى بركة حتى يرتوي الشجر. من حجر لعصب دماؤنا عطرها، في كل شبر شهيد قام يفتخر. في كل شبر لنا مآدن رفعت، تعلو بقاماتها والموت يعتذر. لها المصلون إن يعلو الأذان بها، حي على الإحديين تلقهم نفر. صلوا لها وصلوا نارا لكي ترتوي دما، فإن عطشت صاموا وما فطروا. شقوا دجاها لهيبا قدر هيبتهم، واستسهلوا صعبها والنار تستعر. يمضون كل دروب العز تعشقهم، في عنفوان الصبا ساروا وما فتروا. ما الموت؟ ما القتل؟ ما الرصاص؟ ما وجع؟ ما العمر؟ ما العيش رغد؟ أيها القدر هو التحدي إذن، والموت ثالثنا. فأينا أيها الأقدار ينتصر؟ ما زلت في وجع الآلام مرتحلا، ما زلت في وجع الآلام مرتحلا. وأدري أن طريقي شائك وعر، وأدري أن مقاديرا فطمت لها ما يرتضي خوضها من دوني البشر. هذا شاعر ينبغي أن نعطيه الحلقة القادمة بحوله تعالى، والله يستاهل. وأيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضيات، أنتم كذلك تستاهلون هذا العطاء، أن تستمعوا لهذا الشاعر الجميل الأمير الشيخ. سأتوقف هنا. وهذه القصيدة ذكرتني القصيدة الرائية التي كتبها فراج الطيب السراج. إن شاء الله نجي ونحكي عنها، على ذات البحر وعلى ذات الروية وعلى ذات الأفكار. يعني شوف قوة وجذالة هذا الشاعر الجميل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفيها تحدثنا في الجزء الثاني عن الشاعر الجميل الأستاذ محمد الحاج موسى. لك التحية والتقدير والاحترام. في الحلقة الثالثة سنقرأ لكم شيئا من شعره. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء في الإخراج والإشراف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.